السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. حملة تشويه كبير اللي سمعت فاكهة المانجو اليمني الذي يعد من أفضل أنواع المانجو في العالم. طول الخليج كل ما بتكلها من المانجو اليمني، ويجي لك كم من واحد كم من أخضع مفسبك يجي يقول لك المانجو اليمني مدود، لقيوا لهم حب ذا الحين مخزن التخزين غير جيد ومدود، جاي يقول له المانجو اليمني مدود. ما قد حد شوه منتج بلده إلا هو، إلا اليمن. يعني إذا قد اليمني ابن الوطن ابن اليمن بيشوه منتجه، كيف يثقوا الناس اللي بيستوردوا في المنتج اليمني، وقد صاحب المنتج بيشوه بسمعة المنتج حقه، أكيد حيقولوا معفن مدود عرضاش يشتروه. أي إحنا عن صحاي، إحنا عن عقل، وندري أن هذا منتج يمني نسوقه وننشره ونشهره. يعني قالوا طبعا غير المفسبق ان هؤلاء يشوهوا بالمنتج اليمني خلاص. اي حاجه ان شي عسل شوهوا، وان شي بن قالوا برازيلي، وان شي قلنا لكم عسل قالوا كشميري او حبشي، وان شي لوز قالوا افغاني. يعني ما عاد والله، يعني ضروري نستورد كل شيء ضروري. باقي العنب ما يقولوا من العنب، احنا دار ما يطلعوا فيه. ليش التشويه هذا؟ ليش الحملات؟ اكيد بالدولة بتزرع المانجو ورا هذا الحملة. دوروا منو وانتوا عتروا، دوروا مني لا شيء دولة بتزرع المانجو ولا شيء، بس اعتقد دول الخليج ما بشيها مانجو. ليش الحملات هذا؟ ليش؟ هؤلاء ضد الاكتفاء الذاتي، هذا تدمير للاقتصاد. يعني خلاص الناس اشتروا المانجو الكيلو ب 150 ب 200، خلاص فعلوا حملة يدمروا المزارع. الحين المزارع عشان يعجل ما بش ما يغطي تكاليف الزراعة، وقف المزارع ذيك الضعيف وقف، وبعد ذا الناس له ب 20,000. والله ما عاد تلقوا حب مانجو. سير يشرب لك عصير معلب، شرب عصير طبيعي، سير يشرب لك عصير معلب. يعني بكل بجاحة بكل إدارة بكل يقول لك المنتج مدود. والله ما مدودين إلا لي في الفيسبوك. تحياتي لكم.